جيت أسجل الفيديو، النور قطع. ولما النور قطع أنا نسيت أصلا أنا كنت طالعة أتكلم في إيه، مع إن عندي بدل الموضوع 3 4 موضوعات. نسيت أنا عايزة أتكلم في إيه. بس خليني أتكلم معاكم في أي حاجة. أنا وحشني أطلع أكلمكم، بقالي كذا يوم ما طلعتش، ما اتكلمتش. آه، وعلى فكرة أنا اكتشفت إن اللي بيطلع يعمل فيديوهات بتبقى حاجة قريبة للإدمان شوية، بتبقى خلاص عارفين الفنانين اللي هم أخدوا على الإضاءة والحاجات دي. الواحد لما بيطلع يتكلم معاكم بيبقى خلاص أخد إنه أي موضوع عايز يتكلم فيه. لأ، مش مكفيني أعمل مثلا بوست على الفيسبوك ولا حاجة. لأ، أنا عايزة أتكلم. وعشان الأيام اللي فاتت أنا كنت تعبانة. آم، ويعني لتالت مرة أتعب، لتالت مرة يجيلي أنفلونزا، يعني خلال مدة قريبة جدا. يعني أخف يومين أرجع تاني، أخف يومين أرجع تاني. دي تالت مرة بصراحة أتعب واعية. باكتفي إن أنا أبقى على المنتدى، يعني أعمل بوستات على المنتدى في قناتي على اليوتيوب. وجهة نظر، هاشتاج وجهة نظر. طبعا وجهة نظر، وجهة بالتين مربوطة اندرسكور نظر. كنت هقول ايه، والله كنت هدخل في موضوع كمان ونسيت. آه آه آم، انا عايزة، يعني بما اني نسيت ادخل لكم في موضوع كده عرضا، يعني كنت لسه بتكلم فيه مع والدتي يعني. آه آم، هو يعني الفنانين او القائمين على العملية الفنية عايزين يعني فاهمين هو دورهم ايه في المجتمع، فاهمين مثلا ان دورهم آم، تنويري، ان دورهم انهم بيقودوا شعلة التنوير. عارفين ان الكلام الكبير ده بجد، ان ده دورهم بجد. آم، إنه الفنانين يستعينوا بواحدة أم رقعة، اسمها أم رقعة، أنا هقول أم رقعة مش هقول اسمها التاني. واحدة مش متعلمة، واحدة واضح إن من كلامها أنها مش متعلمة، وبتغجر كده في الكلام وبتتكلم بالتون بتاع صوتها عالي. آم، تقوم تبقى ترند، فيقوموا القائمين على الأعمال الفنية يستعينوا بيها في إنها تمثل. وواحد تاني 3/4 الحروف اللي عنده طايرة. وأنا مش بتنمر، أنا مش جايله لحد بيته أو شفته في الشارع في حتة أو بقول إيه اللي كلامه طاير ده. لأ، ده واحد بيصدر نفسه على على إنه صوته من العشرة المميزين في مصر، وإنه طالع وصوته حلو، وراح نقابة الموسيقيين علشان يعني يجاز صوته، وعمل شكلة وخناقة ومصور نفسه يعني. وفي الآخر برضو حد من الناس القائمين على العملية الفنية يستعين بيه ويديله دور. ولولا يعني صوتنا عالي شوية في السوشيال ميديا، فنقيب الممثلين راح منع ظهوره علشان ما معهوش ترخيص. وهو نقيب الممثلين وكل الناس عارفين الناس دي بتيجي تمثل ازاي، بيتحطوا ككومبارس يعني. فطبعا ككومبارس مش هيدققوا في انه يبقى لازم ليهم ترخيص وكده. التحايل بيحصل من فكرة ان هم بيندرجوا تحت كلمة كومبارس، فبالتالي بياخدوا الفرصة في انهم يمثلوا. وبنت تانية طالعة تشتم ابوها، وبعدين لما الناس استاءت وفي حد الظاهر عمل بلاغ ضدها، فطلعت هي وابوها يقولوا دي مريضة نفسيا وبتتعالج ومش عارفة وايه. طب يا حبيبتي، المريضة نفسيا وبتتعالج بتطلع تشتم ابوها، تفتح الكاميرا وتقعد تشتم في ابوها؟ يعني المريض النفسي ده بيفتح الكاميرا ويدخل على التيك توك علشان تجيله فلوس بناء على كده، وتقول قلبي يا فلان، انت يا راجل يا ابن مش عارفه ايه قلبي يا فلان، وانا هموت لكم هنا، والالفاظ اللي بتقعد تقولها، وسواء على نفسها او لابوها وامها وكده، وتطلع ترند وابوها يطلع يدافع عنها. وبعدين يعني في الاخر،
في الآخر حد من الفنانين يجيبها برضه عشان تمثل. أنتم بتعملوا إيه في الفن؟ أنتم بتعملوا إيه في الفن؟ وبتصدّروا مين اللي يبقى فنان؟ واحدة بتشتم أبوها؟ هي دي القدوة؟ ده أصلًا العيال دلوقتي ما بترضاش تذاكر علشان هتعمل إيه بالمذاكرة؟ والله أنا ابن أخويا قال لي، ابن أخويا دلوقتي عنده 13 سنة، من سنتين كده والّا حاجة لمّا كان عنده 11 سنة، بيقول لي: "أنا أذاكر ليه؟ أنا عايز فلوس، أنا عايز أعمل فلوس." قُلت له: "ما أنت تذاكر علشان تدخل الكلية اللي أنت بتحبها علشان تشتغل وتجيب فلوس." قال: "لأ، أنا ممكن أجيب فلوس من دلوقتي." فهُم بيبصوا على التيك توك وبيبصوا على اليوتيوب، بيبصوا على صانعي المحتوى من الأطفال، أطفال، لدرجة أنا شُفت طفلة ما تزيدش عن ما تزيدش عن 12 سنة بأي حال من الأحوال، ما كانتش أقل، طالعة تعمل ready with me. ready with me سيادتها بقى رايحة فين؟ رايحة تاخد كيس الزبالة وترميه. فget ready with me، فهتحط ماسكارا، طبعًا هي مش بتقول ماسكارا لإن هي كانت يعني حالها على قدّه في التعليم أصلًا، فبتقول بقى نحط ماسكارا وكونسيلر كده بسيط وروج كده بسيط ومش عارفة إيه هنا بسيط، المهم بقت بهلوانة، دي get ready with me عشان ترمي كيس الزبالة. واللي get ready with me يا جماعة أنا مستعجلة، مستعجلة، مستعجلة برضه طفلة زيّها كده، مستعجلة، مستعجلة، هنحط كده إيه، مكياج كده بسيط، بسيط مناسب للدروس، ومكياج مناسب للمدرسة. ولمّا باجي أتكلم ساعات كده مع أمهات يعني، يقولوا لي: "الأجيال اختلفت وإحنا جيلنا غير جيلهم." نعم، هو الأجيال اختلفت لدرجة إن حضرتِك تسمحي لبنتِك تحط makeup في وشها فيبوّظ بشرتها وهي لسه طفلة؟ يضيّع براءتها وهي لسه طفلة؟ فهي دي هو إحنا لمّا الزمن بيختلف، الزمن بيختلف إن تفكيرنا بيبقى أنضج، تفكيرنا بيبقى أنضج من أهالينا، المتوفّر لنا مش متوفّر لهم، فبنبقى أنضج من أهالينا، لكن اللي بيحصل ده سَفَه، سَفَه من الأمهات اللي مش عارفة تربّي بناتها، سَفَه من باقول الأمهات لإن الأم هي اللي بتدّي بنتها الmakeup بحجة إنه زماننا غير زمانهم. وإنه الفنانين يشغّلوا الناس دُولة ويطلّعوهم يعني بيعملوا منهم قدوة رسمي. أنا نِفْسي أي قائم بعمل ما يبقى فاهم وظيفته إيه. أنا هابقى آآ يعني أنا مرّة قبل كده عملت post عن المثقفين اللي هم برضه زيّهم زي الفنانين، لإن الفنانين المفروض إن هم يبقوا مثقفين، لكن اللي حاصل إن دلوقتي الفنانين نحّيتة. ويروحوا لدولة جنبنا بتحاول تبقى حاجة و و وتس و و وتدّي لهم جنسياتها علشان لمّا يعملوا عمل فني يبقى اسمهم الفنان المصري الأبلكاشي، اللي هو جنسية الأبلكاش بتاعتهم، ويطلعوا يشكروا في البلد دي عشان الأرجان، عشان إن هم نحّيتة، لكن لمّا يكون فنان مُعتز بنفسه زي علي الحجّار، زي محمد صبحي، ده يتشتم للصبح. ودول قلة قليلة اللي هو اللي عارف قيمة نَفْسه، وتطلع فنانة مصرية كانوا عايزين يدّوها لقب صوت مصر، وفشلت إنها تبقى صوت مصر أصلًا، طلعت اتريقت على واحدة زميلتها عملوا لها حفلة في العالمين، لمّا قعدوا يقولوا هي فين، هي فين، وطلعت عملت حفلة في العالمين، واتريقت مع واحد شوال على زميلتها وبنت بلدها. آآ مش عارفة يعني أنا بابدأ الكلام وفي الآخر أنا يعني بافقد القدرة على التعبير، ما بابقاش عارفة أكمّل أقول إيه. يالّا يومكم سعيد، ما تنسوش تفعيل هاشتاجات ترحيل اللاجئين واجب وطني ومقاطعة منتجات ومتاجر، وبرضه هاشتاج يعني مقاطعة منتجات ومتاجر اللاجئين، ومصر للمصريين. ولِم ضيوفك يا سيسي، وأرجوكم تفعّلوا الهاشتاجات دي وتقاطعوا منتجاتهم بجد. و ما تنسوش دعم قناتي، وجهة نظر، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان ما يفوتكمش أي حاجة، وصباحكم زي الفل.